السلام عليكم، واش راكم؟ ان شاء الله تلقاكم لا فيديو تاع نهار اليوم كامل بخير. مرحبا بكم معايا في قناه اذواق فرح. اليوم جيت ندير معاكم دولمة كرومب وما درتهاش على الطريقه الجزائريه. يعني على بالكم حنا الجزائريين كي نديروا دولمة كرومب نديروا الحبات كبار، درتهم على طريقه المحاشي المصريه، بصح درت فيه لمسه خاصه وأون بليس طيبته في الفور، ما طيبتوش في طنجره. ومره اخرى راح نحاول ندير معكم طرق واحد اخرين، بما انه رانا في وقته وراه رخيص ويعني حاجه اقتصاديه ومفيده ومغذيه. والشيء المهم كامل وحاجه اللي تهمني انايا كأم انه اولادي يحبوها. يعني هذه الطريقه ما عنديش مشكل معاهم يتناولوها لي بلا ما يفيقوا وبلا ما ينفروا من الرائحه تاعو. وشوفوا لي كيفاش وزنتهم كامل الحبات قد بعضاهم ومستفين الله نديري شنو اللي خدموهم. قعدوا معايا تشوفوا طريقتي في تحضير هاد الدولمه. واذا عجبتكم لا فيديو اكيد ما تنسوش تحطوا لي جيم وتعليقات، واذا مازال ما اشتركتوش في القناه اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش يلحقكم كامل وصفاتي اللاحقه ان شاء الله. اول حاجه بسم الله، عندي هنايا حبه كرومب، يعني نقيتها نحيت لها دوك الوراق اللي يجوا من الفوقه اللي يكونوا متوشين، غسلتها بيان نقيتها بيان. نقطعها بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا في لا فيديو، نقسمها كشغل على ثلاثة، يعني نخلي هذاك المستطيل الوسطاني ونقطع هكايا الجوانب. يعني راهي باينه في لا فيديو، ما عرفش كيفاش نشرح لكم كيفاش قطعتها، مي راه باين الطريقه في لا فيديو. ومن بعد نشد هذا الطرف، يعني هذا الجنب هكذايا نقسمه على اثنين، ومن بعد نشد كل واحد فيهم نحيلو هذاك القلب تاعو، يعني هاد الورق اللي يجوا لداخل صغيورين. وكومبارازاغ شوفوا راني لقيت هنا لداخل متوشي، نحي هاد الورق اللي متوشين ما على باليش علاش هكذايا. نحي هاد القلب، ما نقدرش نخدم به دولمات، يعني يجوا الورق صغار. وهاد العرق هكذايا اللي يجي قاصح هنايا نحيه. وكيف كيف النص الاخر نحيلو هذاك القلب نخليهم دو كوتي ما نحتاجوهم من بعد. ومن بعد هاد المرصوات نخليهم بجيه. وشوفوا هادوما يعني القلب تاع هذاك الكرومب نحاول نحيلو كامل هذوك الورقات المتوشين، نقيه كامل بالموس ونخليهم هكذايا في اناء نحطهم بجهه. ومن بعد نقول لكم واش راح نديروا بهم. نزيد نجيب النص الاخر كيف كيف بنفس الطريقه نقسمه على اثنين ونحو هذاك القلب. راكم تشوفوا كيفاش راني ندير، نقيهم ونخليهم بجيه. يعني هادو ما يجوا الورقات تاعهم صغيورين بزاف ما نقدروش نلفوهم، يعني امبوسيبل نخرجوا بهم دولمات. وهذا المستطيل الوسطاني نقطعوه على ثلاثة، نحاول كيفاش نجيبو هكذا على ثلاثة. ونفس الشيء حنديرو معاه، يعني نحي هذاك القلب تاعو هنايا، هادو الورق الدخلانيين نحيهم ومام طور راني رايحه نقيه بيسك لقيت هاد الورقه تاع الداخل كامل متوشيه. وهذا الوسطاني يعني راح نرفدو هاد الورقات الفوقانيين، الورقات اللي نلقاوهم كشغل منحيين عليه، يعني شغل نحوهم فاسيلمون. وهذا يقعد لكم في الوسط راه كشغل بلوكه، يعني متشابك كامل. هذا راه كامل هادوك العروق الخشن اللي ما نقدروش نخدموا بهم حتى حاجه. انا دوكا نقيه نحيلو كامل هاد وين راه متوشي كامل هكا يبان شغل كحل. وراح نستغلوه في حساء خضر، يعني كي ندير لا سوب تاع لي ليغوم راح نرميه معاهم ونميكسيه وراح نستغلوه. ودوكا انا هنا عندي كميه تاع الماء راهي تغلي، يعني قبل ما بديت نقي الكرومب تاعي كنت حطيت القدره تاع الماء تغلي، ونحط فيها زوج فصوص تاع توم وزوج وريقات تاع الرمد وما نحطوش الملح. اهم شيء كي نغليو الكرومب ما تحطوش الملح، باسكو الملح راح يطيبه لكم وتولي الورقه تاعكم شغل تتفتت كي تجوا رايحين تلفوها تتفتت لكم ما تبقى لكمش متماسكه. ملي كي ما نديروش الملح تبقى شغل ورقه يعني ما راحش تتفتت، تقدروا تتعاملوا معها باريحيه. نحط هكايا القطع تاع الكرومب تاعي ونخليهم يغلاو حوالي 5 دقائق فقط، ما نزيدوش اكثر من 5 دقائق. يعني لا طارت بزاف نديرو 7 دقائق ولا 8 دقائق ماكسيموم الا كانت الحبه تاعكم كبيره وفيها ورق عاصيين. ميسين ولا كانت هكذايا طريه 5 دقائق تكفي. يعني نحتاجوها تطلق روحها برك شويه قسم ما نقدروا نكونوا الدولمه تاعنا، ماناش محتاجينها طيب دوكا من بعد نطيبوها. ومن بعد نجيبها كنصفيها نقطرها ونحطها في سنيوه، ما نحطهمش في كسكاس ولا في وعاء يكون ضيق باش ما نحطوش الورق كامل على بعضاهم. علاه باه نتفاداو يكمل الطياب تاعو. نحطوهم في سنيوه مفرشين هكذا باش يبردوا بالخف وما يكملوش الطياب تاعهم وما نلقاوش صعوبات كي نروحوا نخدموا الظلمه تاعنا. دوك نحي هادوما كامل ونعاود نحط قطع واحد اخرين نزيد نخليهم 5 دقائق.
فوالا. وفي هذا الوقت انا دوك حطيت هادوما يزيدوا يكملوا يقعدوا 5 دقائق. انا في هذا الوقت ما راحش نقعد نستنى فيهم، جبت المقله تاعي نحط فيها شويه تاع الزيت باش نديرو نوجدو لافارس اللي راح نحشو بها هاد الدولمه. هنايا عندي حبه ونص تاع بصل، يعني حبات كبار، كنت رايحه ندير 2 حبات بعد وليت درت حبه ونص باسكو البصل تاعي كانت الحبه كبيره، وإلا كانوا الحبات تاعكم متوسطين ديروا 2 حبات. دوك تشوفوا علاش راح ندير كميه تاع بصل كبيره. نغطي عليهم ونخليهم يدبالوا شويه. شوفوا هنا راني كملت غليت كامل الكرومب تاعي، هادوك اللي كانوا في القلب اللي قلت لكم نحتاجوهم من بعد اني جوزتهم تاني في الماء يغلوا شويه. هاد المرحله تاع الغليان راح طيب لنا شويه هذا الكرومب يولي طري، وراح تنحيلو هذيك الريحه تاعو، يعني الثوم والرمد ينحيو الريحه سواء الكرومب ولا الشوفلور ينحولو الريحه تاعو. هنايا البصل تاعي راه بدا يدبال. دوكا هنا عندي حوالي راس تاع الثوم، يعني رحيتو هكذايا كميه كبيره تاع الثوم. نحط كميه هنايا مع البصل ونخلي شويه من بعد نضيف معاه نص مغرف تاع الكرويه تعطي لها ريحه ما شاء الله لهاد الدولمه. وندير شويه تاع فلفل كحل، وعندي نص مغرف تاع عكري، ومن بعد نضيف شويه تاع الكمون، ونزيد معاهم شويه تاع القزبر انا ما يخطيليش نديرو كامل، يعني ميم سي لاغوسات تكون ما فيهاش قزبر انا نديرو. نقلبهم هكذا مع بعضهم، بعد نغطيهم حوالي 2 دقائق على نار قليله باش يتمزجوا النكهات تاعهم. بعد ما يتقلاو لي هكذايا بيان نفتح عليهم ونضيف 2 حبات طوماطيش مسكرفجين. هنا نحيت لها الزريعه وسكرفجتها، يعني عندي 2 حبات متوسطين. في هذه المرحله تقدروا تضيفوا طوماطيش مصبره كيما تقدروا تستغناو عليها، انا ما درتهاش يعني حبيت تبقى لي برك الحلاوه تاع البصل برك. نغطي عليهم ومره على مره نقلبهم. كي يطيب لي هذا الخليط نجيب كسرونه ولا اي يعني وعاء يكون غامق، بول ولا اي حاجه نقدروا نميكسيو فيها من بعد. نحي كميه من هاد البصل، يعني هاد شغل تكتوكه نحيت هنا حوالي 3 مغارف، نحطهم بجيه نحتاجوهم من بعد. ومن بعد هنايا عندي هذاك الكرومب اللي قلت لكم تاع القلب، يعني هذوك الوريقات الصغيورين بعد ما غليتهم وقطرتهم نقطعهم هكذا رقاق بزاف، نحطهم هنايا مع هذاك البصل والطوماطيش، ونبقى نقلب فيهم حتى ينشفوا لي تماما من الماء تاعهم. في هذا الوقت انا هنا عندي 2 كيسان تاع الرز، يعني ارز عادي كنت غليته طايب بالنص طياب، يعني ما طيبتوش بيا، طايب بالنص طياب. نضيف عليه هذيك الصلصه اللي وجدناها، وهذه هي الطريقه اللي قلت لكم تقدروا تعملوا هاد الدولمه بدون ما تستعملوا لحم، وتجيكم لافاس تاعكم بنينه وتجي الدولمه بنينه. يعني كي نديروا الرز نضيفوا له هاد النوع تاع شغل تكتوكه راح تجي لافاس بزاف بنينه، تقدروا تستغناو على اللحوم تماما. انا هنايا درت كميه من لافيونداشي بصح كيما قلت لكم تقدروا تستغناو عليها وراح تجيكم دولمه ما شاء الله مولفه نديرها، يعني على ضمانتي مولفه نديرها وتجيني بزاف بنينه. برك تهلاو في التتبيله وفي البصل لازم يكون بيان كراميليزي وبنين. ومن داك دوقوا لي زيبيس تاعكم هكذايا، شوفوا الا راه متوازن الملح لي زيبيس. انا هنايا لازم نزيد شويه تاع الملح باسكو راني شايفتها بلي ناقصه شويه ملح، اون بليس الروز تاعي ما درتلوش الملح بزاف، نزيد شويه الملح. وتقدروا تزيدوا كامل لي زيبيس اللي درتوهم مع الاول يعني في لافاس تاعكم اللي طيبتوها. هنا نخلط كلش مع بعض. تقدروا تاني تديروا الدجاج كيما تقدروا ديروا الشاورما، وتقدروا تستغناو عليها كيما قلت لكم. نخلط كلش. وهنا راكم تشوفوني بالك راكم تقولوا درت كميه كبيره، ما هي ماشي كميه كبيره بس انايا هذا هو القيس تاعي اللي راح يكفيني باش نلف كامل هذاك الراس تاع الكرومب. وهنايا اليوم ما على باليش واش صرالي نسيت المعدنوس، مع انه انايا من عشاق المعدنوس، قطعته وجدته ونسيته ما درتوش هنايا في لافارس. نتوما ديروا كميه كبيره من المعدنوس، يعني قد ما ديروا معدنوس قد ما راح تجيكم بنينه. هاد المره نسيتها، يعني ما جاتنيش صامته، جات بنينه مي نسيت المعدنوس. دوكا شوفوها مليك الحبات تاوعي، شوفوا كيفاش راهي الورقه تاع الكرومب راهي طايحه كي شغل، راهي كيما نقولوا حنايا نقدروا نتعاملوا معها بكل اريحيه بصح ما تتفتتش. كيما قلت لكم ما تغلوش برك في الملح هو اللي راح يخسر لكم الكرومب تاعكم. نشد هكذايا الحبات تاوعي. بو هذوك الحبات تاع الوسط راهم سوا يعني شغل ما هي كبار ما هي صغار، بي هذوك الحبات تاع الجنب كاينين ورقات يكونوا كبار. دوك انا نجيبهم نقسمهم هكذايا على 2، ودائما ديروا حسابكم باش كي تروحوا تلفوا الورقه تاع الكرومب تلفوها على حساب العروق تاع الورقه هذيك، يعني نمشوا في اللف تاعنا
على حساب الورقه، على حساب العروق تاعها، ما نمشوش بالكونترير. وكيما هادية شوفوا فيها هاد العرق هدايا تاع الوسط اللي يجي قاصح، هذاك نحوه، هذاك ماشي طايب وما راحش يدور لكم كي نروحوا نلفوها ما تقدروش تدوروها، لازم نحوه وما نرموهش من بعد نستعملوه. نكمل نوزن كامل الورقات التوعية هنايا. شوفوا هذه الطريقة راح تساعدكم بزاف في الخدمة، يعني يجيكم ساهل بزاف باش توجدوا الورقات تاعكم، ماشي كيما نحو بالحبة بالورقة الكبيرة. دوكا هنايا راني وجدت كميه، دوك نبدا نفاخسي فيها. انا هنا زربت باسكو التليفون تاعي راه رايح يطفالي، سي بور سا ما كملتش خدمت كامل الورقات، مي سينو نخدمهم كامل بعد نبدا نلف على مره. هنا نوري لكم كيفاش نلف قبل ما يطفى التليفون. نشد كميه تاع الروز تاعي نحطها هنايا في الوسط، وشوفوا كيفاش نخلو فراغ من الجوانب باش الروز تاعنا كي يكمل يطيب يلقى وين كيما نقولوا حنايا وين يتمدد، ما راحش يخرج لكم من الظلمه تاعكم. يعني ما كي نديروا ظلمه تجي ماشي شابه لو كان الروز يخرج كامل لبرا، مليح يبقى كلش لداخل. سي بور سا لازم نخلو لها الفيد وين الروز يلقى روحو وين يتنفخ، يعني يلقى روحو يلقى اسباس وين يجي. كيف نكمل بنفس الطريقه، نحط كميه تاع الروز يعني واحد نص مغرف هكذاك، ومن بعد نلف وننقيها. يعني الا كان خرج لكم الروز منا ومنا حاولوا تدخلوه لداخل. شفتوني كيما قلت لكم نلفوا على حساب كيفاش راهي رايحين العروق تاع الورقه الى ولا ما عرفت كيفاش نقول، يعني نمشوا على حساب العروق هادوك، ما نديروش عكس العروق تاع الورقه. هذا ما كان هكذايا نكملوا نلفوا. وانا هنايا نروح نقعد روحي في الطابله، ما نقدرش نخدم هكا وقتها وقفه. هنايا راني نسيت هادوما الورق اللي فيهم عروق خشن، وهذوك العروق اللي كنت نحيتهم نحطهم هما الاولين. منها يطيبوا لكم، ومنها اون سي جامي نسيتوا المول تاعكم في الفوق ما راحش يلصق لكم ما يتحرقش، يعني لا جات الحريق يجي في هذوك الاولانيين. نستفوهم هكذا هما الاولين، ومام هادو ما كيطيبوا راح يولوا بزاف بنام. وشوفوني كيفاش كي كملت خدمت كامل الكرومب تاعي، يعني خذيت فيه واحد نص ساعه هكا كون نلف، لفيتهم كامل. شوفوا كيفاش جاو موزونين ما شاء الله. باش خرجت هذا الشكل شباب في التقديم، انا خذيت هنايا مول يكون مربع، ومن بعد نحط هكايا 4 حبات عمودي، ومن بعد اللي يجوا موراهم نحطهم افقي، ومن هذه الجهه ثاني نحطهم افقي، من بعد نروح ندير 4 عمودي، يعني نخالف 4 هكا 4 هكا يخرج لي هذا الشكل بكل سهوله. وهنا راني دايره 2 طبقات في كل مول، درت 2 طبقات. هنا راكم راهي بالكم درت كميه كبيره، هي صح درت كميه كبيره بصح كوما انا ولادي يحبوها هاد لو بلا يحبوه بزاف، دوكا نطيب لهم مول، والمول الاخر نخليه غدوه ان شاء الله على الغداء نطيبه لهم. بالنسبه للمرق اللي راح طيب فيه هاد الظلمه، كاين اللي يدير غير الماء مع شويه زيت ولي زيبيس ويمرق به، وكاين اللي يدير الماء مع طوماطيش مصبره ولي زيبيس ويمرق به. انا نحب ندير هاد الطريقه، يعني ملي وليت نعتمد هاد الطريقه تجيني الورقه تاع الكروم، يعني الحبه تاع الظلمه تجي بزاف بنينه. هنا هذيك الكميه تاع البصل اللي قلت لكم نحيناها مقبل، نضيف عليها الثوم اللي كنا خليناها تاني مقبلات، ومن بعد نزيد عليها كميه تاع الماء اللي راح تكفيني لهاد ليمون. هنا درت واحد النص ريتله هكذاك، من بعد الا ما كفتكمش تقدروا تزيدوا. نخلطهم هكذايا، ومن بعد نعاود نحط فيها لي زيبيس اللي كنت حطيتهم ديجا في لافارس تاع هاد الظلمه، نعاود نزيد منهم كامل شويه شويه، ونزيد شويه تاع الملح بيسك كما قلت لكم الورقه تاع الكروم ما فيهاش الملح، يعني باش ما تجيناش صامته. ومن بعد نجيب ميكسور ونميكسي كامل هاد الخليط تاعي حتى يولي هكايا ليكيد، يعني ما يبقاوش كامل هادوك لي مورسو تاع البصل. وانا تقدروا تزيدوا تضيفوا جامبو ولا يعني مرق اللحم ولا مرق دجاج اللي حبيتوها باش تتحصلوا على النكهه اكثر واكثر. ولازم كي نمرقوا لازم المرق تاعنا يلحق حتى لتحت، يعني نعطوا له شويه تاع الوقت باش يحبط ما بين هادوك الحبات تاع الظلمه. ومن بعد نشوفوا الى لحقنا لتحت ولا لا باش يكون عندنا كفايه وين يطيب. وين يطيبوا لنا هاد الظلمات. ولا ما كفاكمش يعني لا كان شفتوه ما لحقش حتى لتحت، زيدوا ضيفوا له شويه تاع الماء، لازم يتغلغلوا كامل في هذاك المرق، وبصح ما تديروش بزاف يعني ما يكونش طالع النيفو تاعو فوق الحبات تاع الكروم باش ما يتفتحوا لكمش تاني تفطياب تاعهم. ودوكا نغلفهم هكذايا بالبابي الومنيوم وندخلهم في الفوق يطيبوا، ياخذوا واحد 45 دقيقه هكذاك، يطيبوا على نار قليله، نخلوهم يتكتكوا بيا حتى يطيبوا.
وهاي ليك الدولمه تاعنا بعد ما طابت، وكما راكم تشوفوا ما تفتحتناش كامل في الفوق. وهم ليك حطيناهم في الصحن التقديم هنا كما راكم تشوفوا. الروز تاعي ما خرجليش كامل لبرا، يعني الشكل تاعها بقى كيما كان وراهي متماسكه ما شاء الله، والبنه تاعها روعه. وننصحكم يعني نصيحه كي تكون رايحين تاكلوا هاد الدولمه زيدوا لها شويه تاع زيت زيتون من الفوق، واللي يحبوا القارص يقدروا يزيدوا لها عصره تاع القارص من الفوق، تجي روعه، تجي بزاف بنينه. يعني قد ما نقول لكم بلي بنينه، ما لازم تجربوها باش تعرفوا البنه تاعها. ودوكا بقى لي غير نقول لكم ان شاء الله تجربوها وتعجبكم، واذا عجبتكم وطبقتوها خلوا لي تطبيقات تاعكم على صفحه فيسبوك مطبخ اذواق فرح، وتهلاو في روحكم وشهيتكم في الجنه، وسلام.